تحياتي. النهاردة هنعمل الكعكة الروسية، هي كعكة عسل النحل. بتتعمل بطريقة كده شوية مركبة. اولا هنجيب 3/4 كوباية سكر بودر في طاسة على النار، مع نص كوباية من الزبدة اللي بدرجة التلاجة، وربع كوباية من العسل النحل، كلهم على النار، وهندوبهم كده لغاية ما كلهم يتجانسوا ويسيحوا مع بعض. بعد كده هننزل بربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا. اول لما هننزل بيها هتبتدي تفور، يحصل فوران كده للخليط بتاعنا ده. هنقلب فيه شوية لحد ما يبتدي ياخد سنة، يغير لونه، مش عايزينه يتحرق، عايزينه ياخد لون كده مكرمل حلو. وبعد كده لما يهدى خالص ويبرد، هننزل ببيضتين، 2 بيضة، ومش عايزينه يبرد خالص عشان ما يكتلش العسل، السكر والكراميل ما يكتلوش، يعني يبقى وسطية كده في البرودة. بعد كده ما يتضربوا كلهم مع بعض، هنزل على كوباية من الدقيق، الخليط ده على كوباية بالدقيق ورشة ملح، وهخلي كوباية تانية معايا لغاية وهحط بالتدريج الدقيق، واشوف العجينة امتى هتتماسك معايا لحد ما توصل للمقدار ده، للشكل ده. هي بتلزق بس الى حد ما انا اقدر استخدمها. وهحطها كمان في التلاجة شوية قبل ما ابتدي افردها عشان ما تسحش مني. بعد كده هجيب كل قطعة وهعملها كده نظام القطع الدائرية او مربعة زي ما تحبي. مهم هجيب حاجة دائرية كده عشان اعرف اعملها بسمك واحد، وكلهم بيبقوا شكل واحد، مقاسات واحدة يعني. وهعمل السمك بتاعي يكون رفيع الى حد ما، يعني مش عايزاه غليظ عشان يستوي. الكعكة دي ليها، او بعد كده هحطها في يا اما ورق الزبدة او اعملها على كيس الحراري ده عشان ما يلزقش، ان هي بتلزق بسهولة جدا يعني، خلي بالكم. وهنزلها في طاسة غير لاصقة، وهدخلها فرن رف اوسط حرارتها 170 درجة لمدة 5 دقايق، بس برضو يبقى عينك عليه عشان فرني غير فرني. وكمان قبل ما تدخل الفرن هعملها بالشوكة كده عشان ما تقبش لفوق، انا عايزاها رقائق كده ما ترتفعش. انا عايزه اقول لكم، هي بعد ما طلعت بصوا طريه، قوامها رفيع اهي، سمكها رفيع، طريه زي الكيك بس طعمها زي البسكوت المكرمل. وهجيبها بعد كده كل الطبقات اللي انا عملتها، وهجيب الجبنه الكريميه اللي دي موجوده، هسيب لكم اللينك بتاعها، كنا عملناها قبل كده، كريمه الحلويات بالجبنه. وهنعمل بين كل طبقة وطبقة من الخليط ده، من الكعكة دي، وهنحط شوية كريمة، وهنسيبها كده لغاية تاني يوم دخليها التلاجة، وانصحك تاكلوها تاني يوم. ده شوية من الخليط حمصته، وبعدين فرمته في الخلاط عشان اجرنش بيه كده وازين بيه الطبق. بس كده، يا ريت تاكلوها تاني يوم، هتبقى احلى. واتمنى ان الوصفة تعجبكم.